ما شاء الله. تعالوا شوفوا الكنافة الجميلة الحلوة دي عملناها ازاي. تعالوا يلا ندخل الفيديو ونشوف عملنا الكنافة الجميلة دي ازاي. يلا فعلوا الجرس واشتركوا في القناة ولايكات. اللايك اهم حاجة، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. بالله عليكم اللايك يا حبايبي، واشتركوا لي في القناة. يلا تعالوا ندخل الفيديو ونشوف عملناها ازاي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل معاكم نص كيلو كنافه. طبعا احنا كنا حاطينه في الفريزر بكيس، واشتريته من البياع وحطيته في الفريزر. فطبعا انت ما بتطلعيه من الفريزر، لو مسكت الكيس كده بايدك وضغطت عليه يبقى ناعم بقى زي الحنه، زي ما انتوا شايفين كده اهو، ناعم خالص يعني بالمعلقه اهو. طبعا هو ما بيكون في الفريزر شكل، وما يكون بره بيبقى طري، فما بتعرفيش تقطعيه. احنا عملناه زي البودره زي ما انتوا شايفين اهو، يعني ناعم خالص، مش بودره يعني، بس علشان طلع من الفريزر ساعدنا انه يتفرم بسرعه ويتفرك بسرعه. خلاص احنا كده هنجيب للنص كيلو نص كوبايه او اقل شويه زبده او سمنه، وهنحطها قدامكم عليها اهي. نص كوبايه سمنه او زبده او زيت او اللي موجود في بيتك، وهنرشرشه عليها، وهنمسك خيط نفركها خالص في السمنه. طبعا نص كوبايه زيت على نص على او سمنه بلدي، طبعا سمنه بلدي او زبده انضف. انا حاطه سمنه بلدي، بس اللي موجود في بيتك مش سمنه بلدي زبده، اي حاجه موجوده في بيتك حطيها هتكون جميله جدا. وطبعا لو ما عندكيش سمنه بلدي هتحط عليها وانت بتفركيها كمان، او في الفانيليا، في كيس فانيليا في الشربات او السيرم. بتحطي فيه كيس فانيليا بيخلي ريحتها، حتى لو بزيت بتبقى ريحتها حلوه. لو مش متاح عندك سمنه بلدي او زبده، كل حي على قده. نص كوبايه سمنه او اقل شويه، كوبايه من بتاع ولو سمنه بلدي على زيت جميل جدا. اهم حاجه يعني اللي ويلا دي احنا نفرك الكنافة زي ما انتوا شايفين، بنفركها كويس. الكنافة في السمنة في السكر، شوية سكر ناعمين كده بيجرشوها ويخلوها جميلة جدا، وبيخلوا طعمها جميل وبتقرش في بقك كده وطعمها حلو. جربي وحطي عليها السمنة اللي في بيتك وشوية سكر، وافركيها كلها ببعضها. ويلا كده حبايبي هنجيب الصينية بقى ندهنها سمنة، وبنحط نص الكنافة فيها، واي حاجة موجودة في بيتك بتحشيها بيها. اي حاجة موجودة عندك، فول سوداني، زبيب، جوز الهند، مفيش حشو ما تحشيهاش خالص. اي حاجة عايزة تحشيها فيها احشيها. ولو ما عندكيش حاجة برضو ما توقفيش الموضوع بالحشو، اي حاجة من غير حشو اعمليها بتبقى طعمها جميل. بس ما بتتحط، هي بتتحط كلها بقى وتنكبس بايدك، بتكبسيها بكفة ايدك كده جامد، او تدخلي صينية داخل الصينية وتضغطي عليها جامد بتقلك علشان تنكبس في بعضها. وده نجاح الكنافة، بتبقى ناجحة وجميلة جدا. ويلا جهزي الشربات بتاعك او السيرب. كوبايتين سكر على كوباية مية عندكم على القناة. في الكنافة وفي البسبوسة نفس الطريقة، كوبايتين، متعودة كوبايتين سكر على كوباية مية، عشان ما ياخدش وقت معانا. وعندكم عاملة القطايف والكنافة والمشبك بنفس المقادير اهو. الشربات بتاعنا كوبايتين سكر على كوبايه ميه، بيقعد بقى ياخد وقت معاكي ويبقى سايب كده ومش مظبوط، ومفيش اي حلويات تبقى ناجحه فيه. عشان الحلويات تكون ناجحه، اذا كان مشبك، اذا كانت بسبوسه، اذا كانت كنافه، لازم السيرم او الشربات يكون متماسك وتخين وجميل كده، الحاجه بتشرب منه وبتبقى طعمها جميل وبتبقى ناجحه ومش بتبوظ خالص. انما الميه ده بيفتول اي حاجه يتحط فيه. خلاص كده هنحط بقى باقي الكنافه على هنحط بقية الكنافة عليها بقى ونضغطها جامد.
اي حاجه في بيتك زي ما انت شايفه، حبتين زبيب، شويه فول سوداني، شويه جوز الهند، تضغطيها يا اما صينيه اقل منها وتحطيها جواها. بعد ما تحط الكنافه وبتمسكيها بتقلك كده وتتك عليها بحشو او من غير حشو، بتبقى تحفه لو اتضغطت صح. وكده خلاص يا حبايب قلبي هندخلها الفرن، ولما تستوي نرجع لكم تاني. ضغطناها صح طبعا، فركناها بالسمنه والسكر، وحطينا في السمنه دهنا الصينيه، وحطينا طبعا نص الكنافه، واي حشو عندك بتحطي الحشو، وبقيه الكنافه بتحطيها وبتضغطيها جامد جامد. وخلاص كده بقى عندك حته سمنه، عندك زبده بتحطي على وشها حته صغيره كده. وخلاص كده عملنا لها برضو السيرم او الشربات، وهندخلها الفرن وهنرجع لكم تاني. يلا هندخلها بقى الفرن ونرجع لكم تاني. يلا، عايزة تكسبي الكنافة على نار هادية. وكده طلعت من الفرن وشكلها روعة الروعة الروعة. الله جميلة، بسم الله ما شاء الله. شفت الفرن لما بيكون هادي وبتحطيها كده على تاني يعني الشبكة أول درجة من تحت بعد الصاجة، بتحطيها وبتهدي عليها خالص من فوق ومن تحت، ودي النتيجة بتطلع بالروعة وبالجمال ده. اي حاجة بتهدي عليها الفرن بتطلع ناجحة وجميلة جدا. اي حاجة بتحاولي تهدي فرنك في اي حاجة في المعجنات في الفرن بتطلع جميلة جدا. انما الفرن لو حامي او مش علاه ممكن الحاجة تتحرق منك، ممكن ما تطلعش بنفس القيمة اللي انت عايزاها او بنفس الجودة. وكده خلاص سقينا الكنافة بعد ما طلعت من الفرن، وخلاص كده جميل. الكنافة يتحط لها السمنة بتاعتها والزيت وانت بتفركيها صح، ونار هادية وانت بتسويها، ما تشعوطيهاش او ما تعليش النار عليها. طبعا بتبقى كنافة ناجحة. واعملي حلوياتك في بيتك. دايما جددي من نفسك واعملي كل انواع الحلويات في بيتك. وبكده خلاص قطايف، بسبوسه، مشبك، جميله جدا اهي، لقمه القاضي، اي حاجه عايزاها اعمليها في بيتك. السيرب يكون مظبوط، كوبايتين ميه على كوبايتين سكر على كوبايه ميه، بيبقى مظبوط وجميل جدا طبعا. وزي ما انتم شايفين حبايبي تحفة اهي وجميلة، واتسقت الشربات وشايفين جميلة جدا، ولا طرية تخلي نفسك تجعزع ولا ناشفة. معقولة جدا وجميلة جدا. جربوها بنفس الطريقة اللي انا عملتها بيها دي وهتكون حلوة خالص وهتعجبكم. ويلا حبايبي بقى، لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش اشتراك في القناة واعجاب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد وكل فيديو. انتوا بألف خير، كل فيديو انتوا بألف خير يا حبايبي. طبعا ديت كنا قلبناها قبل ما نسقيها بالشربات، طلعناها من الصينية اللي كانت طالعة من الفرن فيها وقلبناها. ده الناحية يعني الناحية